واش في خبارك اخي المؤمن؟ بزاف ديال الناس صحاب لهم ان شارب الخمر السكير ما خصوش يصلي 40 يوم. ياه. واللي كيزني شحال ما خصوش يصلي؟ 45 يوم. والشفار القمار شحال ما خصوش يصلي؟ 55 يوم. الحديث اللي جا ان شارب الخمر ما كتقبلش منه الصلاه 40 يوم، يعني خصو يصلي والله كيعمل له العقوبه. شنو هي هذه العقوبه؟ ما كيتقبلش منه الثواب والاجر ديال الصلاه 40 يوم. بحال اللي كيمشي عند العراف وكيسولو ما كتقبلش منه الصلاه 40 يوم. بحال ما قالكش ما تصليش، قالك خصك تصلي، انا نعمل لك العقوبه، ما نقبلش منك الاجر 40 يوم. بحال الا انت مثلا خدام في شي شركه وعملتي شي مشكل، دبستي مع شي موظف او هرستي خسرتي شي ماكينه، المالك ديال داك الشركه هذيك قال لك هاد الشهر السي محمد انا نعطيك غير النص ديال الماندا، راك عاد تمشي تخدم. هو دار لك العقوبه على داك الفعل اللي درتي. كذلك هو مثال، يعني الشراب حرام ومن الخبائث، من اكبر الكبائر، ولكن ما يخليكش ما تصليش. الله يعفو عليك، ولكن خصك تصلي. سكرتي في الصباح صلي في العشيه، سكرتي في العشيه صلي بالليل، سكرتي بالليل صلي في الصباح. فيما تصحى خصك تصلي، ما تسمعش الهضره د الحماق. وبيت كيسكر والصباح في الجامع، في بغيتي يصبح في الكنيسه راه خصو يصبح في الجامع استاذ، حيت هذاك مسلم وعاصي. بحال الصحابي اللي كان مبلي بالخمر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه انه يحب الله ورسوله، يعني هو مسلم وكيصلي، مات كيتسمى مسلم عاصي. اما الا كان سكيري وما كيصليش عيموت كافر، حيث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. انت كتعمل واحد المصيبه كبيره، باغي تعمل مصيبه كبر منها، هي ترك الصلاه. الصلاه ما كتسقطش على المسلم. شنو ما كنتي كتعمل في النوع ديال الانواع ديال الذنوب والمعاصي والكبائر، كتسكر، كتقمر، كتخطي في عباد الله، واخا تكون من قوم لوط، ما كتسقطش عليك الصلاه. الصلاه ضروري. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ملي تكون ساجد وكتصلي يا ربي تسمح لي، يا ربي تبارك هادشي، الله يبعد عليك داكشي وعاد تسالي من الشراب. اما الا ساليتي من الصلاه بقيتي كتسكر، عمرك ما عاد تسالي من السكره. الله يرحم والدين. شحال من دري كيعمل اي شي حسانه ماشي هي هذيك ابار الشراب، كيحيد من القازع اللي منهي عليه. كتقول له الا نجامع كيقول لك واخا اسامه خليني بلا ما نمشي غنصلي غير في الدار. علاش؟ وكيبقى يشوف فيا بنادم، كيبقى يشوف فيا الرجل. وتبع با التامي وبا الخمار يصيفطك لجهنم. با التامي راه كيصلي باستغفر الله وسبحان الله والله اكبر، التحيات لله ما حافظاش، والديسك دم كلثوم ودعب الحليم حافظ عطيهم عي دقه فيهم نص ساعه ساعه المكانه، سير حافظوا التحيات. يقول لك انت عاد خلقتي البارح توريني انا السين عام الصلاه، ملي كنت قدك كنت ما نعرف شنو. ملي كنتي قدي كنتي كتلعب الكارطه وكتهود السينما نهار الجمعه تفرج في المسخ. الله يرحم والدي، راه ما بقاتش في الكبوريه، العلم بالتعلم ماشي بالسين. الله يرحم والدين. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. الأنبياء كانوا كيعلموا والديهم، يعني الدري قارئ يعلمك أنت كبير. كنحتارموا الناس كبار، ولكن ماشي تعمل الأمور اللي ماشي هذيك. دخل الدري واشم مزيان خصك تفرح، حيت يعني داك الشيء هذاك داز، وهذه هو استغفر الله وعيتو ان شاء الله يبقى يصلي. دخل بشي حسانه ماشي هذيك، عرف كيفاش تهضر معاه. السلسله ديال البيتبول عرف كيفاش تهضر معاه. خصك تكون عاوتاني ذكي في الدعوه، فهمتي كيفاش. جور الدراري الله يرحم والدين عمروا الناس جامع، الشباب عمروا الناس جوامع، راه من القهاوي بزاف وكذا، عمروا الناس جامع. راه كيبقى فينا الحال، الجامع فيه الناس كبيرين، خصنا الشباب اللي عمروا بهم الجوامع. الله يرحم والدين. إذا قلت الشراب حرام، كبيره من الكبائر، مصيبه الكحله، ولكن ما كتمنعكش يا استاذ من الصلاه. انا قلت لك اي نوع من الذنوب تكون كديرهم ما كيمنعوكش من الصلاه. الصلاه كتمنعك عليها حاجه وحده، هي الا حمقتي، نسال الله العافيه، لا مشاك العقل طار لك فريخ كيترفع عليك القلم. مسلم اي نوع د المعاصي كديرو ما خصكش تقطع الصلاه وخصك تصلي. السلام عليكم ورحمه الله.